الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قول كن فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فضلي إليك وسيلة، وبالافتقار إليك فضلي أدفع. ما لي سوى قرعي ببابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا لجودك أن تقلط عاصيا، فالفضل أجزل والمواهب أوسع. بالذل قد وافيت عند بابك عالما بأن التذلل عند بابك ينفع. وجعلت معتمدي عليك توكلا، ومددت كفي سائلا أتضرع. ثم الصلاة على النبي محمد خير الخلائق شافع ومشفع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يا عباد الله، إن من سنن الله سبحانه وتعالى في هذا الكون سنن ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إن من سنن الله الماضية في خلقه أبدا دائما سنة التغيير. لا يكون في ملكوت الله سبحانه وتعالى ما عدا الحي القيوم شيء لا يتغير. فالله سبحانه وتعالى بنى هذا الملكوت على سنة التغيير، فلا يكون شيء على حال أبدا، لم يكن من قبل فكان. وهكذا إذا أراد المولى أن يأخذ هذا الشيء سيأخذه، فلا يدوم حال
سواء كان حالا إيجابيا أو سلبيا لا يقوم على ملكوت الله سبحانه وتعالى شيء إلا بإرادته سبحانه وتعالى. ولذلك يقلب الله الليل والنهار، ولذلك يولج الليل في النهار، لذلك ينزل المطر من السماء فيأتي بعده القحط، وهكذا تأتي الحياة ثم الموت، وهكذا الفقر والغنى، وهكذا العز والذل، وهكذا النصر والتمكين والاستضعاف، وهكذا سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الملكوت. فلا يكون حال إلا الله سبحانه وتعالى، وكل نعيم لا محالة زائل إلا نعيم الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهله. ولذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يغير حال العبودية، حال العباد وحال البشرية وحال الخلق كما يريد الله سبحانه وتعالى بإرادته الشرعية لا بإرادته الكونية. ولذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ومن أخذ بسنن الله ثابتة، سنن التغيير الإيجابية، عزه الله سبحانه وتعالى ومكنه ويسر له جميع الأسباب التي يريدها ذاك العبد. ومن أخذ العكس وترك الأسباب وأخذ أسباب الهوان والضعف والبعد عن الله سبحانه وتعالى فإن له ذلك. جعل الله للإنسان الحرية وجعل له الأسباب والإمكانات التي تمكنه فيما يريد سواء كان خيرا أو شرا. فمن أخذ أسباب الفلاح والنجاح فالله سبحانه وتعالى سيعطيه، ومن أخذ أسباب الهلاك والدمار والضعف والرجوع إلى القهقرة والله سبحانه وتعالى كذلك ييسر له أسباب الشر والعياذ بالله. وهذا جماع قول الله سبحانه وتعالى: ومن اتبع هدايا ولا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري والعياذ بالله فإنه معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ولا تكونوا كالذين نسوا الله سبحانه وتعالى، نسوا أسباب الفلاح، نسوا أسباب الهدى والنجاح والفوز والتمكين في الأرض فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. هكذا كان حال هذه الأمة من الذل والضعف والشتات والاستعباد عليهم من الخارج، فمكنهم الله سبحانه وتعالى بعد أن أرسل إليهم خير البشرية فجمع شملهم وأخرجهم من الظلمات إلى النور وألف بين قلوبهم بفضل الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم وهدانا إلى سبل التمكين. وقال الله سبحانه وتعالى ممتنا على عباده المؤمنين الذين كانوا في هذا الذل، حيث كانت العرب أرذل الأمم في الجاهلية وأشدها تشتتا وأشدها تفرقا وتخالفا وتعاندا. كانوا أرذل القوم، كانوا أجوع الناس بطونا، كانوا عراة حفاة لا يملكون شيئا، كانوا جهالا لا يعلمون شيئا. فماذا كان بعد أن هداهم الله سبحانه وتعالى بالإيمان وأخرجهم من الظلمات إلى النور وأرسل إليهم نورا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. قال الله سبحانه وتعالى واصفا حالهم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال في آية أخرى في سورة الأنفال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
لعلكم تشكرون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين. فساد القوم بعد ضعفهم وتمكنوا بعد ذلهم وأصبحوا قادة العالم كله، قادة العالم كله. هذا ما قاله الصحابي الجليل ربعي بن عامر، رجل عربي من البادية لا يعلم شيئا إلا بعد أن هداه الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام وعلمه بكتاب الله وسنة رسوله، فهو في شكله مبتذل خلق الثياب قصير القامة، لا يملك فرسا يركبه، إنما يركب الحمار، وعنده رمح قصير، فوطئ بلاط كسرى بهذا الشكل المبتذل، ولكنه يعتز بعزة الإسلام وبعزة الإيمان. قال له كسرى: ما الذي أتى بك إلى هنا؟ ما الذي أتى بك إلى هنا وأنتم القوم الأذلاء الذين كانوا يأكلون الجربوع ويأكلون الجيف والموت ويتخالفون فيما بينهم ويقتل بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دم بعض. ما الذي أتى بكم إلى هنا؟ أكبر حضارة في العالم في ذلك الوقت هي حضارة الرومان وحضارة كسرى، حضارة الفرس. هذا الرجل أمام كسرى ببلاطه برمحه يخزق فرشه من الحرير والذهب برمحه القصير، وأدخل حماره حاشاكم ببلاط الملك الذي هو من حرير. قال له: ما الذي أتاك إلى هنا؟ قال: نحن قوم كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. قال: نحن قوم ابتعثنا الله من الموت إلى الحياة، كانوا أمواتا بالجهل والكفر فابتعثهم الله سبحانه وتعالى بنور الإيمان والهداية. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. وقال: نحن قوم ابتعثنا الله. لماذا؟ لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وهكذا ملكوا ملك الفرس وأخذوا ملك الرومان وأصبحوا يقودون دولة من الشرق إلى الغرب، من الجزيرة العربية إلى بلاد الروم، إلى بلاد أوروبا، إلى بلاد فارس، إلى بلاد آسيا الوسطى، إلى بلاد غرب العالم كله. وصل الإسلام من الجزيرة العربية إلى غرب العالم وإلى شرقه وإلى كل مكان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. ما بلغ الليل والنهار سيتم هذا الأمر. دين الله سبحانه وتعالى سيمكنه الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال الله سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فيا عباد الله، هكذا كان شأن هذه الأمة. فما الذي حصل لهذه الأمة المباركة خير الأمم بعد الذل إلى العز والترقي في أعلى سلم الحضارات؟ ما الذي أصاب هذه الأمة؟ هل تغير ديننا؟ هل تغيرت قبلتنا؟ هل تغير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل الله سبحانه وتعالى أليس هو الحي الباقي الدائم؟ أليس هو مالك الملك؟ ما الذي تغير؟ نحن الذين تغيرنا، نحن الذين تقهقرنا، نحن الذين تركنا أسباب العز والتمكين والنصر. فما هي الأسباب التي تجعل الأمم وتجعل الحضارات تزول وتتقهقر إلى الوراء وتكون من العز إلى الذل والانتكاسة والعياذ بالله؟ هنالك أسباب، ومن هذه الأسباب يا عباد الله أولا ضعف الإيمان وضعف العقيدة. فإذا لم يكن في قلب الإنسان إيمان كامل بكل ما أمر الله سبحانه وتعالى ونهى عنه، وبكل ما وعد الله به سبحانه وتعالى، وبكل ما أوعد الله به سبحانه وتعالى، إذا لم يكن في القلب يقين وثبات
لا يمكن للإنسان أن يتمكن في هذه الحياة، لا يمكن أن ينجح في حياته، لا يمكن أن يفوز في الدنيا ولا في الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. ما هو الشرط؟ ما هو الشرط يا عباد الله؟ وهو مؤمن، وهو مؤمن، وهو مؤمن. فلذلك قبل 13 سنة في مكة والقرآن بثلثيه أكثر من 70 سورة أو 80 سورة في القرآن تركز على تربية النفوس، على اليقين والإيمان الراسخ، وعلى الاستسلام الكامل لله سبحانه وتعالى في كل ما يريده وفي كل ما يحبه، وترك كل ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. لم تنزل الأوامر في التكاليف الشرعية لا في الجهاد ولا في الصيام ولا في الزكاة ولا في غير، ولا في الحدود الشرعية ولا في أي شيء من التكاليف التي لها عقوبة في هذه الدنيا أو غيرها. لم تنزل الحدود والتكاليف الشرعية التي نعرفها غالبا إلا بعد الهجرة إلى المدينة، بعد أن تربى الناس على الإيمان الكامل وعلى الأخلاق الحميدة وتركوا جميع ما كانوا عليه في الجاهلية. الله سبحانه وتعالى أنزل الشرائع في الحدود وفي الأوامر وفي النواهي. يقول الله سبحانه وتعالى: وهو مؤمن. هذا هو الشرط، هذا هو الشرط. وما هي الثمرة؟ فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. وهكذا في الآخرة، لا يمكن أن الإنسان ينجح في أخراه إلا بهذا الإيمان الكامل. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ماذا هو الشرط؟ وهو مؤمن، وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللهم اجعلنا من أهل السعي المشكور والذنب المغفور. فإذا الإيمان قبل كل شيء، الإيمان قبل كل شيء. فمن لم يتحقق بالإيمان الكامل في قلبه ولا يخاف الله سبحانه وتعالى ولا يراقبه ولا يخاف الوقوف بين يدي الله عز وجل عبدا غرلا ذليلا، ليس له رقيب، ليس له محامي، ليس له نصير، ليس له ولي. من لم يخف من ذلك ولم يتحقق من ذلك في قلبه فإنه لا يمكن أن يكون عبدا لله حيثما أراد. ثم يا عباد الله، إن من أسباب التغيير السلبي والرجوع إلى الورع والضعف والتشتت في هذه الأمة على جميع المستويات كثرة المعاصي وكثرة الذنوب. فإذا كثرت الذنوب والمعاصي فإنها تهلك الأمم، فإنها تزيل الحضارات، فإنها تزيل الدول. يقول الله سبحانه وتعالى: وتلك القرى أهلكناهم. لماذا يا رب العالمين؟ لما ظلموا، لما ظلموا. ويقول في آية أخرى: فتلك بيوتهم خاوية، ماذا؟ بما ظلموا. فإذا فاش الظلم في الأمة في جميع مستوياتها من القيادة والدولة والرئاسة وحياة المجتمع وفي كل الميادين، فإن هذه الأمة إنها أمة فاشلة، وإنها أمة زائلة مهما كانت قوتها. وتبقى الدول ولو كانت كافرة إذا لم يفش فيها الظلم. وهذا الذي نراه في العالم. انظر دول الكفر بقوتها وجبروتها قائمة. لماذا؟ لأنها تحقق أسباب العدل فيما بينها وتعطي كل ذي حق حقه، ومع ذلك فهي كافرة، فيعطيها الله سبحانه وتعالى أسباب الحياة والتمكين في هذه الدنيا إلى حين، إلى حين. يا عباد الله، فينبغي قبل أن تنزل عقوبة الله سبحانه وتعالى علينا كاملة فنرى كيف إن الله سبحانه وتعالى يحذر عباده بمقدمات ينبغي أن توقظ العقلاء، ينبغي أن توقظ الأحياء، ينبغي أن تنبه العباد. فما نراه في حياتنا اليوم من عدم الأمن والأمان وفشو القتل وسفك الدماء وأكل أموال الناس بالباطل وخطف الناس وانتشار الروع والخوف
والظلم فيما بين العباد، فإن هذه كلها أسباب ومقدمات. فإذا لم ننتبه وإذا لم نتدارك وإذا لم نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونأخذ أسباب السلامة فإن البلاء سيعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ومن أسباب التغيير السلبي والرجوع بعد العز والتمكين إلى الذل والضعف والتشتت والتناحر فيما بين الأمة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه الشعيرة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنها من أكبر الصفات وسمات هذه الأمة المباركة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إلى آخر هذه الآية. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن مثل القائمين في حدود الله والواقعين فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم في أسفلها، فإذا أراد الذين في أسفل السفينة أن يشربوا الماء مروا على من فوقهم فيتأذون، فقالوا: لو أنا خرقنا من نصيبنا فإن الماء أسفلنا ولم نؤذي من فوقنا لكان خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: فلو أخذوا بأيديهم نجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، أو كما قال سيدي صلى الله عليه وسلم. فإذا نرى الظلم والمنكر والفساد في الدولة وفي المجتمع وفي كل جوانب الحياة وفي جوانب الاجتماعية والتجارة وفي كل ما يدير الحياة، هو المنكر منتشر، هو كل ما خرجت من بيتك أو من المسجد أو ترى ما لا يعجبك مما يخالف أمر الله. فإذا سكتنا ونقول للناس: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا هو ظاهر هذه الآية. فإذا تركنا المنكر وأهله يعيثون في الأرض فسادا فإن البلاء سينزل على الصالح والطالح معا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ترك الناس المنكر وأهله ولم يأخذوا بأيديهم سلط الله عليهم عقوبة لا ينزعهم حتى يرجعوا إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويا عباد الله، علينا أن نؤوب إلى رشدنا ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى عن غينا وما نحن فيه، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يغير حالنا إلى حال خير. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا يسلب الله سبحانه وتعالى النعم الدينية والدنيوية والأخروية من عباده إلا إذا سلبوا بأنفسهم وتركوا أمر الله سبحانه وتعالى، فإن الله بعد ذلك يذلهم بأعمالهم، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ويقول في الآية الأخرى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. لماذا يا رب العالمين؟ بما كانوا يصنعون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ثم ما بعد، يا عباد الله، يومنا تتونا أكن wani tsarin Allah subhanahu wa ta'ala akan halittansa samai da kasai da mulkin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya gina shi akan wannan sunna ko wannan tsari, inda muka sani duk rayuwan
duniya da lahira Allah subhanahu wataala ya gina ta akan tsari. To ba wani halitta Allah subhanahu wataala wani abu yake tafiya albarkatai a ce komai haka yake tafiya ba tsari. Allah subhanahu wataala komai ya sanya mashi tsari yake tafiya a kansa. Wannan tsari bayan Allah subhanahu wataala Allah yana gane da su, Allah yana nuna musu, Allah yana shirye su su gane wannan tsari. To duk wani ya bi tafarkin daidai da tafarkin sira da hanyar daidai zai samu daidai a rayuwarsa ta duniya da ta lahira. Duk wani ya kauce ya bi hanyar mara daidaiciya, hanyar halaka, hanyar tabewa, shi ma haka Allah zai bashi. To duk wani abu inda ka bi hanyar lafiya, in ka nema za a hada ka da hanyar lafiya. In ka bi hanyar halaka da tabewa, da ita za a hada ka. In ka nema arziki, Allah zai baka arziki. In ka nema talauci, za a hada ka da shi. In ka nema lalacewa na rayuwa ta duniya da lahira ta barbarewa, haka shi Allah subhanahu wataala zai hada ka da shi. Wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid. Allah baya zalunta bayansa. In kaga wani ya samu daukaka ta duniya da lahira, hanyar ta yabi. In ya aksin haka ya faru, shi ma hanyar ta bi. Ba wani Allah subhanahu wataala yake bashi kyauta a ce ba wani abu kai ya baka duniya da lahira ka samu, babu. Haka ma tabewa ta duniya da lahira ba Allah baya daurawa bayan Allah akan wannan hanya tabewa ta duniya da lahira, sai an bi hanyar ta, an yi aikin ta. Saboda haka in kana son hanyar sira na duniya da lahira, ga hanyar ta Allah ya ce faman ittaba'a hudai wala yadhillu wala yashqa. Duk wani ya bi shiryata da hanyar Allah da mansansa, littafin Allah da sunan manzon Allah, Allah ya ce baya bacewa baya tabewa ta duniya da lahira. Aksin haka, waman a'rada an zikri, wannan ya juya baya zikirin Allah da wahayinsa, littafin Allah da sunan manzon Allah, da hanyar shirye manzon Allah da sahabban manzon Allah, da hanyar magabata na ƙwarai, duk wani ya kauce wannan, shi ma sakamakonsa aksi, fa inna lahu ma'ishatan danka. Allah ya ce na hada shi da rayuwa mai kunci ta duniya da lahira, sannan a kawo shi lahira makaho lalace, sai ya ce Allah a duniya lafiya nake, ina gani da idona biyu, ina ganewa komai, amma yanzu an kawo ni gashi halaka, baya gani komai, makaho. Allah ya rufe idonsa inda ya rufe zuciyarsa a duniya. Sai Allah ya ce wannan shine kazalika atatka ayatuna, a haka ayoyina da wahina sun zo gare ka, sai me fa nasitaha, sai ka bari kace kai baka so. Ina fata an gane. Wa kadhalika al-yawma tunsa, haka yau kai ma za a kale ka a manta ka. Allah baya mantuwa, ma'ana Allah ya rabi da shi ya halaka shi. Allah ya ce wala takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum. Kar ku zama irin mutane suka manta Allah a rayuwarsu na duniya, sai Allah ya manta su, ma'ana Allah ya kale su, ba ruwan Allah. Allah yana maimaita cikin Alqur'ani, inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin alqawma al-fasiqin. Allah baya shirya da zalimai da fasikai da fajirai da kafirai, saboda me ba ruwan Allah. Sun wulakantu a wajen Allah, sai Allah ya kale su. Amma in mutum yana da daraja wajen Allah, Allah baya kale shi. Duk inda zai tabewa, sai Allah ya shirye da shi, sai kai ka kauce ka komo. Ina fata an gane. Sai bawan Allah yake so, amma Allah wannan baya so, sai ya tabbashi dama. Wannan shine abin ake kira istidrajun. Yawwa ko Bahaushe ma ya sani istidrajin. A tabaka a sake maka igiya, an kwance maka ka taje ka ta yawo, sai a kawo ka sau daya. Ina fata an gane. To jama'a, haka tsarin Allah a cikin halittansa, ba wani abu yake dawwamawa a ce komai har abada haka yake, sai Allah subhanahu wataala. In yau kana cikin lafiya, gobe ba lafiya. In yau kana cikin ibada da nishadi, wata rana sai shaitan ya shiga maka gaba, ranka sai ya bata ka, sai ka koma baya, wal iyadu billahi. Haka in al'umma tana cikin lafiya da zaman lafiya da daukaka, wani lokaci sai shaitan ya rude ta wannan al'umma, bala'i ya shigo tsakaninsa, sai ta koma baya ta bari abin inda take. Haka al'umma take kafira, ta kauce da hanyar Allah subhanahu wataala, sai Allah ya tura mata almanzan Allah ya shirya da su gane gaskiya, su bi tabarkin Allah da hanyar sira, sai su zama al'umma madaukakiya. Haka wannan al'umma kafin Allah subhanahu wataala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, musamman ma Larabawa, wannan sune tushen addinin musulunci. In ana cewa Larabawa suna ba su kadai ne musulmi, a'a da su aka kafa addinin musulunci, saboda manzon Allah a cikin su aka turo su. Saboda haka Allah ya duba zukatansu, ba zukata ta lalace ba wani ilimi, ba wani abu suke da shi,
sai dai alherin Allah zai dasa a zuciyarsu kadai. Ba wata civilization ko wata hadara suke da shi da, ko ilimi ko mulki, ba sa da komai, sai Allah ya dasa alheri a zuciyar, ba komai a cikin sa sai ya karba, sai kawai fido alherin. So gashi bayan sun karba addinin musulunci, bayan suna wulakanci, ana bautar da su, suna bin Rumawa da Farisawa, suna bayi, suna cikin talauci, suna cikin kaskanci, suna cikin jahilci, sai Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan wahayi. Wannan Allah subhanahu wataala yake rayar da shi a zukatan mutane suka mutu da jahilci da kafirci, sai Allah ya saka rayar da su. Allah ya ce awaman kana mayitan fa ahyaynahu, wannan yake da mamace gawa ne, amma Allah ya hura nurin wahayi da alqur'ani a zuciyarsu, fa ahyaynahu, sai muka rayar da su, sai su zama sayyidina Umar bayan ya musulunta, ka duba rayuwarsa na da, ka duba bayan ya musulunta, ka duba wawa da jahilci da komai tattare da shi kafin ya zama musulmi, amma bayan ya shiga addinin musulunci har ya kai masayi wajen Allah subhanahu wataala, in ya ce ya Allah ka saukar mana wahayi akan kaza, sai Allah ya sauka da aya. In ya bada manzo Allah shawara yana cewa manzo Allah ni kaza nake gani, sai wahayi gaskata shi. Wata daukaka ne wannan, wata al'umma ne wannan da. To wannan shine din mutane. Allah ya ce alqur'ani nan yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu, Allah yana shirye da wannan alqur'ani, wannan yabi yaddan Allah subhanahu wataala da abin Allah yake so, umarci da hani, subul salami, hanyar lafiya da sira ta duniya da lahira da aminci, wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, Allah yana fida daga dufan jahilci da kafirci. Wannan mutane in sun karba da wannan nura alqur'ani bi iznihi, da izinin Allah subhanahu wataala, wa yahdihim ila siratin mustaqim. To wannan al'umma ta zama haka har shekara 23 bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, su mamaye duniya gaba daya. Wannan mutanen kauyawa, wannan mutanen jahilai, wannan ba sa da komai, sune sarakunan duniya, sune sarakunan duniya. Tiyan baya wannan take lokacin su ta Farisawa da Romawa, sune sun fi karfi duniya gaba daya, sune suka rabata. To dukkan wannan yan baya guda biyu ba a kai bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 7 ko 8 ba, sai aka wurguja ta, mulkin ta sai ya shiga hannunsu. Suraqah ibn Malik, wannan yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar hijira, yana son ya kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, aka nuna mashi bai isa ba, shi aka sa mashi gulagalan Kisra a hannunsa, gulagalan Kisra na zinari zalla. Manzo Allah ya yi mashi alƙawari sai ka sa gulagulan Kisra a hannunka. To haka Allah ya tabbatar. To har addinin musulunci a cikin shekara bai kai 10 ba, daga jaziratul arabiyya ya zo a nan West Africa, ya wuce ya shiga France, ya shiga Portugal, ya shiga Spain da duniya gaba daya, ya kai Asia, Central Asia, har kasashen karkashin Russia can inda ruwan kankara yake, babu komai a bayan wannan. Siberia karshen duniya ne inda kankara yake, addinin musulunci ya kai. Duk malaman duniya muka gansu yau tarihin su al-Imam al-Bukhari, su al-Imam Muslim, su Tirmidhi, su Nisa'i, so duka wannan mutane daga wancan, daga Central Asia ne. Ina jazirar Arabiyyar Madina, nawa ne kilomita, nawa ne? Ya wuce kilomita 4,000 ko 5,000 tsakanin wurin nan da 'yan shekara kadan. Saboda me ya jama'a? Saboda sun karba addinin Allah daidai, imani ya shiga zuciyarsu daidai, sun yi aiki da shi daidai, sun zama kamar mutane ne, jinsin su mutane ne, amma aikin su aikin mala'ika ne. Suna ga Allah subhanahu wataala gashi komai, an ce ku zo karba haramun, ce a'a, inni akhafu Allah rabbul alamin. Zo kai haramun, inni akhafu Allah rabbul alamin. In ya shiga wani haramu ma shi da kansa zai gurbana kansa a gaban manzon Allah ayi mahaddi. Kaji to me ya faru? Saboda me al'umma musulunci ta koma baya, saboda me mu gaba daya da, ko ka duba anan rayuwar irin wannan kasa namu ta anan, duk kakanninku kun sani inda suka yi da daukaka da rika da addini da mutunci. Inda Bahaushe ya shiga, in ya ce Allah, ba mai sa baki, kowa zai ce gaskiya ne a kalishi. Allah in ya ce shi kana an aminta shi, an yarda da shi. To me ya faru? Ba ku ne yaran su ba ku ne Hausawan ba, ina kakanninku, ina Shehu Usman dan Fodiyo, ina ire-irensa, ina malaman da, dukkan kowace ka samu haka. To in an duba tarihin magabata, saboda me suka samu daukaka, saboda me suka samu tamkini da zaman lafiya duniya, suka rabu da ita lafiya, saboda sun rike littafin Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam.
an rike addini daidai, amma bayan an koma baya sai kowa sai kaga ya wulakanta ka, ya raina ka. In ka shiga yau ka ce kai bahaushe ne, sai a ce yes, ɗala ba haka bane, ba haka ne rayuwa ba. To mai faru dukkanmu haka larabawa, in ka je ko ina duk kasashen larabawa ina suke yi da ina suke yanzu, mai canzu. Addinin musulunci ya canza, annabi Muhammadu ya canza, Allah malikal mulki yana nan inda yake har abada. To mai canza? Mu ne muka canza halin mu. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah baya canza wa ta'alumma a cikin hali suke yi, ko lafiya ko ba daidai ba, ko daidai ko rashin daidai. Allah baya canza musu sai da kansu sun jara. Ba wani Allah mu'jiza zai sanya ka kar sau daya ka zama waliyin Allah, sai ka dau hanyar sira, hanyar waliyyataka, sai ka yi aikinta. Ina fata an gane, duniya haka lahira haka. Duk wani yake neman lahira sai ya bi hanyarta. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Haka Allah ya ce rayuwar duniya ta lafiya wanda yake nema sai aiki na kirki sai da imani. Saboda haka babban abun ya lalata a cikin al'umma ko ya aka rasa shine karfin imani na gaskiya. Karfin imani da gaskiya. Mutum mai yake sa shi yayi wani abu kana gani mustahilu ne, baya yiwa, amma gashi yayi. Mai sa shi imani ne yake sa shi. Imani ne yake sa mutum ya yadda ga halakansa amma ya ce gani, ga wani abu ya fi karfinsa amma ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil, sai ya tinkara. Su dari ne sai su tinkara mutum dubu sai su ci karfinsu da izinin Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah. Ma yake sa wannan imani? In imani nan babu, in babu yadda da lahira, muna ganin wasu abubuwa kana cewa kai mutum an yakwa wannan rayuwar nan irin mutane suke yi wannan, mutum yana iya yi wa wannan, yana yi saboda rashin imani. Mutum ya ci namu mutum ya kashe mutum, ya yayyanka shi, mutum ya ta kidnapping mata da yara ana tara su. Wani yana gaya mana a zo anguwa guda ko gari guda a tafi da yara da mata kamar dabbobi ake koransu. In wata ta kasa tafiya a harbe ta a gaban sauran. Me yake sa wani mutum ya yi wannan? Rashin imani malam. Rashin imani, rashin yadda da Allah subhanahu wataala, rashin yadda da ƴan kaɗan za ka tafi za a yi maka lissafi. Wallahi in wannan yana zuciyanka ba za ka yi zalunci ba, ba za ka yi ta'addanci ba, ba za ka yi wani ta'asa ba. In kana gani Allah yana kallon ka, duk abin kake Allah yana ganin ka. In kana zalunci akan kujeranka da mulkinka, ka karba tiriliyan wannan abun ba za ka ci shi ba. A ce an baka shekara 1000 ka zo ka ci, ba za ka ci ta ba. Amma me yake sa mutum yayi wannan? Rashin imani, bai yarda da mutuwa da bayan mutuwa ba. Ma'ana ya san zai mutu, amma ya san bayan mutuwa menene a bayanta babu. Saboda haka abin babba ya tsira da al'umma na da sahabban manzo Allah da magabata na kwarai shine rike wannan imani. To in imanin nan ya raunata cikin zuciya babu, sai kaga abin za ka yi mamaki, ka ce ko dabba ma tana yi wannan abin. Yana faruwa saboda rashin imani. Haka babban abin yake sa mutum al'umma ta lalace shine laifukan mutane in sun yawa, in ma'asiya ta yawa cikin rayuwa, sabar Allah subhanahu wataala ta yawa rayuwa, shi ma zaka gani wani abu zaka yi mamaki da shi, wani abu ba zaka tsammani zai faru ba. Saboda haka ya kamata mu rage laifinmu, mu yi tuba. Ga azumi, ga watan Ramadana ya kusa, daga yanzu mu jaddada tubanmu, mu yi godiya Allah subhanahu wataala ya kale mu har mu zo wannan lokaci. Shekara guda muna ta saba mashi, muna yi mashi laifi, amma yana ta shayar da mu, yana ba mu aminci, yana ba mu lafiya, yana ba mu abin muke so, amma mu ba mu bi hanyarsa. Allah alhalimu ne, Allah subhanahu wataala yana haƙuri akan bayansa, amma in yayi fishi rana ɗaya ya kama ka tafi wallahi. Saboda haka ya jama'a, in laifi ya yawa, in ma'asiya ta yawa, za ta halaka al'umma, ta lalata rayuwarsu. Duk abu muka gani tarihin al'ummai, alqur'ani ya ba mu, ba saboda tasuniya bane, ba saboda aji labarin a ta dadi ba, a'a saboda a daudare shi. Saboda mi Allah ya halaka adawa, saboda mi Allah ya halaka qaumul lut, saboda Allah ya halaka wannan suka rage auni, suka tauna mudu da ire-iren su. Saboda mi Allah ya ce wa tilkal qura, gagaruruka ahlaknahum, mun halaka su. Saboda mi bima zalam, saboda zalunci su. Allah ya ce ga gidajensu a rushe, fatilka buyutum khawiyatan bima zalamu inna fi dhalika laayatan liqaumin. Saboda haka mu daudare su. Sannan san dukiya
da san duniya da bid duniya sau da kafa ba wani abun manufa kake da shi da rai da rana sai neman duniya ba ruwanka da mutuwa ba ruwanka da lahira ba ruwanka da Allah subhanahu wataala shi ma hanyar lalace wani na al'umma in al'umma burinta shine mai kake da shi duk mutuncin mutum yau rayuwar mu mun sani mai yake da shi in ka nema auren gidan wani wallahi allazi la ilaha illa huwa kafin a tambaye mai ilmin ka mai aikin ka mai komai za a ce kana da wani abu aljihunka menene matsayinka a rayuwa na idan mutane a ce yana da ofis kaza yana zuwa Abuja su ne su masu yin kaza to anan ne za a saurare ka to ba za a tambaye ka ba man tardawuna dinahu wa khuluquhu ba manzo Allah ya ce in wannan kuka yarda da addininsa da halinsa da kirkinsa ku yi mashi aure ko baya da kobo daya to halin mu yau haka ne komai mutum muke daraja shi Allah bai menene saboda abin yake da shi saboda kujaransa saboda dukiyan ta haramu ma wani lokaci wani ya tara dukiyan haramu wata daraja yake da shi a gaban Allah baya da daraja ya kamata jama'a masu su kula da shi haka su kula da shi da wannan idan ta wulakanci saboda haka jama'a manzon Allah wata rana aka kawo mashi dukiya da ganima daga garin Bahrain haka da safi manzon Allah yana sallah asubahi sai ya ga masallaci gaba daya ya cika kaf fiye da abin yake da a shi lokacin manzon Allah ma yawwa neman duniya a ga akwai sahaban manzon Allah Allah ya ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah akwai masu neman duniya akwai masu neman lahira sahaban manzon Allah fa ya mu ya ka gani sai ya ga masallaci ya cika tab ashe sun ji an kawo ganima sai manzon Allah yana fita daga masallaci bai musu magana ba ga mutane suka bi bayan sa sannan manzon Allah ana gaida shi ina fata an gane sai manzon Allah yi dariya ya ce anya kuwa ba kun ji kenan shi al-Ala ibn al-Hadrami ya zo da dukiyan Bahrain kenan sun ce manzon Allah mun ji kaji sai manzon Allah ya ce abshiru ma yasurruku ku ta farin ciki ku yi dariya za ku yi dariya da abin zai faranta muku rai ma'ana manzon Allah ba zai riƙi muku dukiya ba fa inna nabiyyan la yaghul wa ma kana li nabiyyin an yaghul to za ku samu duniya amma ba shine nake ji sauran fa wallahi mal faqr akhsha alaikum manzon Allah ya ce na ransa da girman Allah subhanahu wataala ba talauci nake ji sauran ku ba al'umma ta mai zai halaka ta ba talauci ba tsakaninku da Allah yanzu akwai talauci wannan al'umma in ka duba lokacin manzon Allah da yau akwai talauci muna kuka da talauci amma wallahi ba talauci bane matalauci daga cikin mu aksarin sahabban Allah yafi sodata aksarin sahabban manzo Allah yafi sodata manzo Allah ce ba ta rufa fa inni akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya ina jin sauran me a shan fida muku duniya fatatanafasu fiha sai ku yi rijejeniya tsakanin duniya ni na kama wani kare kama na riga shi sai ayi fasadin juna a tayyaki juna a kashe juna an rabu saboda duniyar nan fatuhlikakum kama halakatu saboda ta halaka ku kamar ta halaka tu da mutanen suka gabace ku saboda haka jama'a duniya wajen halaka ne sai dai wannan Allah ya bata sannan ya sanya ta hanya ta daidai saboda haka abin zai sira da mu bayan wannan sababin ko wannan abubuwan muka faɗa na koma baya shine mu karfafa imaninmu mu jaddada imaninmu mu koma ga Allah subhanahu wataala mu yawaita taqwar Allah da jin tsoronsa da aiki na kirki wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan sannan mu hada kanmu al'umma jama'a al'umma musulmi an al'umma nan ba ta hadu ba ta zama tub da taya ba a ce dan wanka in an cika yau kai ma gobe za a cika in dan wanka yayi nasara kai ma kai nasara maslahanka shine maslahan umma in ba mu duba ba wallahi ba za mu samu nasara a rayuwar nan ba duk abin muka yi ciki yau mun sani a talauci da kunci da bala'i saboda haka duk wani zai duba idan rahma a jama'a zai duba al'umma ta samu sauki ne a kansa in al'umma ta samu alheri shi ma ya samu wannan zai duba al'ummansa haka da rayuwarsa ya rabota duniya da lahira kuwa nan zan kawo misali guda saboda lokaci ya ja muna ganin rashin mai ake fama a garin nan wasu bayin Allah a gidajen mai wasu kambunonuka gashi duk sanda ya samu mai ba sai na faɗa sunan wane da wane ba kana ce ya ba malam kudi yawwa duk inda ya samu mai sai kaga gidansa gashi ana sha kondala daya kobo daya ba a ƙara ba aljama in yake so ya isa ya ƙara kudi ya zama 250 da ake sayar da wasu gidajen mai ba yana da iko ba to amma baya bata sunansa
yana neman ya dan samu inda yake samu da sannan al'umma su samu rahama da sauki don Allah wannan ba abin alheri bane ba abin yabo bane a haka ya kamata a yi musu addu'a irin wannan mutane suke irin wannan Allah ya yawaita irin su Allah ya sa albarka a dukiyansu duk wani ba manufansa shi kawai ya rayu in ka rayu kai kadai wallahi ba za ka rayu ba in ka samu yau anan kai ma anan an kara maka wasu burin su rufe gidajen mai su a boye mai daga baya ma kullum fatan su a kara kudin mai za ka samu kai mai za ka samu dan uwanka in ya cuto kai mai ka samu ko an baka duniya gaba daya in an ce duk mutanen masallaci nan kai kadai ne mai lafiya duk sauran ba sa da lafiya mai ka samu ba wani abu ka samu ba karuwa ka samu ba ragowa ka samu saboda haka ga azumi yana zuwa a rayuwa a sauƙaƙa jama'a masu kasuwa 'yan kasuwa 'yan shaguna masu sayar da kayan marmari masu sayar da kayan miya masu sayar da komai da komai ya kamata mu ji sauran Allah ya kamata mu tausaya al'ummarmu in ka tausaya bayan Allah sai Allah ya tausaye ka kaga kafirai wannan ba musulmi ba in kirismeti ya zo duk hajjin suke so sai su rage pressure duk duniya haka ake anan gari ma haka so su suna yi sai kaga karshen shekara discount abin ake sayar da shi naira 100 sai a mai da shi 70 sai a mai da shi 60 amma mu azumi kafin ya zo wata daya ma an boye kayan wani irin imani ne wannan wani irin tausayi ne a zukatan ba ka san in ka tausaya bayan Allah Allah zai tausaya maka ba arrahimuna yarhamuhumur rahman saboda haka jama'a mu koma hanyar Allah subhanahu wataala mu nema hanyar lafiya mu rabu duniya na da lafiya wallahi an kwana kadan ne bayan kadan duk dukiya ka tara ta akan wannan hanya ba za ta maka komai ba in ka kautata kana sai da kayanka amma niyanka kai ma ka samu jama'a masu samu sauki sai Allah ya rahimce ka duniya da lahira wa sallallahu wasallimu على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك المجاهدين في كل زمان ومكان وانصر عبادك المستضعفين في كل زمان ومكان اللهم أذل الكفر وأهله اللهم أذل الشرك والمشركين في كل زمان ومكان اللهم اجعل بين الكافرين بأسهم شديدا اللهم خالف بين كلمتهم وسلط بعضهم ببعض وأخرج المسلمين من كيدهم سالمين يا رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله a tsaya cikin da waje a shiga sabuwa daidaita